اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم يا أحلى مشاهدين؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. تعالوا النهاردة مع بعض هنعمل وصفة جميلة جدا وأكلة اقتصادية وعلى قد إيدينا إن شاء الله، وموجودة في كل بيت. هنعمل أكلة من أكلات الزمن الجميل اللي كانوا أجدادنا وأمهاتنا بيعملوها، وكنا بناكلها بالعيش كده يا سلام، وهو متأمر بقى على المنقد بعد ما نولع الولعة. أكلة جميلة جدا جدا. الأول معايا فنجان القهوة الجميل اللي انتم شايفينه ده. الأول كده لازم نبدأ يومنا بكل طاقة وحيوية، فلازم من فنجان القهوة الجميل ده عشان يديني كده طاقة إن أنا أبدأ يومي بكل نشاط. وفوايدها كتيرة جدا جدا جدا، أهمها طبعا حرق الدهون، ودي تركزوا عليها جدا، وإن هي بتدي طاقة إن انتي تشتغلي تكملي يومك. الأول معايا حلة على النار فيها مادة الدهنية اللي بتفضليها، سواء زيت أو زبدة أو دهن. هننزل بالبصلة المفرومة زي ما انت شايفة كده، وأفضل طريقة لفرم البصل هي ايديكي، صدقيني نتيجتها هايلة. المبشرة مش حلوة خالص. تفرمي البصل على ايديكي بتاخدي نتيجة ممتازة. تقلبي البصلة كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه ده، ما تخليهاش تتحمر اكتر من كده عشان ما تمررش الاكله بتاعتك وتسود ويبقى شكلها مش ظريف. يلا نذكر الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هننزل بعصير الطماطم بسم الله زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله اللهم بارك، حاجه جميله وفريش وتفتح النفس. بسم الله ما شاء الله. هنقلب التسبيكه الجميله دي. هننزل بالبهارات، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشطة ومكعبين من المرق. ولو مش حابة تضيفي الشطة هي اختياري براحتك، بس احنا بنفضل الأكل يكون فيه سنة من الشطة على طول، تفتحي نفس الأولاد على الأكل. وليها فوائد طبعا إن هي بتموت أي ميكروبات موجودة في المعدة. بعد ما اتسبكت معانا بالشكل الجميل ده، هننزل عليها بالثلاث حبايات بطاطس قشرناهم وخرطناهم مكعبات زي ما حضرتك شايفة كده، وغسلناهم كويس جدا وصفناهم من المية. ونزلنا على الطماطم مع البصلة مع البهارات مع مكعبين من المرق. هنقلبها تاخد من البهارات كده شوية، بتديها طعم مختلف وجميل جدا، يعني 10 دقايق بالظبط. وبعدها بكون غسلة نص كوباية من الرز. الكوباية دي مقدارها أساسا ربع كيلو، فنصها يعني 8 كيلو. بتغسليه وتحطيه في حبة مية كده على جنب عما بتبدأي الوصفة بتاعتك، وبعد كده بتصفي المية وتنزلي بالرز على البطاطس زي ما انت شايفة كده وتقلبيهم مع بعض. بنكون طبعا مجهزين المية بتغلي في الغلاية عشان ننجز في أكلتنا ونخلص الأكل بتاعنا في أسرع وقت. دلوقتي هنزل بالمية المغلية. ما شاء الله كده يعتبر الأكلة بتاعتي قدامها 10 دقايق بالظبط وبتكون استوت. بتقلبي أكلتنا الجميلة دي على طول، ما بتغيبيش عنها عشان ما تلزقش منك في أرضية الحلة، يعني كل دقيقتين كده بتديها تقليبة. كده خلاص أنا هسيبها تستوي مع نفسها. وهنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كده خلاص دخلت على التسوية زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله. كده خلاص ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده خلاص بقى قوامها جميل جدا، وهو ده المطلوب. هتاكليها بمعالق ماشي، هتاكليها بالعيش كده مع طبق ترشي مع بتنجان مخلل، او بتنجان محشي بالثوم والطماطم والفلفل. تبقى أكلة جميلة جدا، وهي أكلة ريفية. يعني كانوا أجدادنا بيعملوها لنا وأمهاتنا، طعمها بيبقى تحفة ما شاء الله. تعالوا نقدم طبقنا النهاردة، وهو ده الطبق بتاع أكلتنا النهاردة ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. شكله يفتح النفس بصراحة مع طبق ترشي زي ما قلت لحضراتكم. يلا ما تنسينيش باللايك بالله عليكي والاشتراك للقناة لو وصلت لحد هنا من الفيديو، وشيري الفيديو عشان القناة تكبر إن شاء الله. ودعوة حلوة من قلوبكم، ربنا يجعل لنا قبول بين عباده اللهم آمين. واستودعكم الله عز وجل، وإلى أن ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.